انا حاسس ان احنا تسرعنا في الحكم على امام عاشور. امام عاشور اهلاوي حتى 2030. خلاص يا صاحبي، محتواك خلص. قصة بقى امام عاشور فين، امام عاشور ما سافرش، امام عاشور ما راحش، امام عاشور مش عايز يمدد تعاقده. امام عاشور بيمدد بشروط الاهلي، وبيخضع لشروط النادي الاهلي، وبيخضع لكل مبادئ النادي الاهلي. اللي يطلع يقول لك انتوا ما عندكوش مبادئ، اللي يطلع يقول لك انتوا امام عاشور اصل شتمكم قبل كده وعمالين بتجروا وراه. خلص الفيلم ده خلاص. تعرف انت بقى تعملها مع بزيرة اللي انت مش لاقيه؟ تعرف تعملها مع عبد الله السعيد؟ تعرف تعملها مع شيكو بنزا؟ تعرف تعملها مع اي حد عندكم؟ مش هتعرف. دلوقتي بقى نطلع نبيع امام عاشور، نعير امام عاشور، نجدد لامام عاشور، نعمل اللي نعمله. خلاص امام عاشور خضع لشروط ومبادئ النادي الاهلي، خلصانه. عشان لما نقول النادي الاهلي كبير، ولما نقول مبادئ الاهلي دايما هي اللي بتدير، ولما نقول ان جمهور الاهلي بيحكم، ولما نقول ان الاهلي غير اي نادي في مصر، فده صعب عليك قوي يا غريم ان انت تنفذه. مش هتعرف تنفذه. النادي الاهلي فوق اي حد، وهنا نقصد بالكلمة فوق ابنائه، عشان الكلام ما يتاخدش في حتة تانية. نتكلم بقى جد شوية. امام عاشور هيعمل مشاكل تاني؟ هيعمل مشاكل تاني. وقصة ادم وطني لازم تقطع عرق وتسيح دمه. لازم امام عاشور يطلع يقول انا ماليش علاقة بادم وطني، لان الفترة اللي جاية في اخبار طالعة بتقول ان ادم وطني هيبقى عايز النسبة بتاعته بتاعة تمديد التعاقد مع النادي الاهلي. هيخش في قصص، هيخشوا في فضايح، هيخشوا في اجواء كده مش بتاعتنا. فملاش لازمة يا باشا. من دلوقتي خلص مشوارك مع ادم وطني. كده وادي امامي احنا نحبك، كده انت ابننا، كده انت طالما خضعت لشروط ومبادئ الاهلي هنحميك وهنقف في ظهرك وهنقف وراك. واي حد هيفتح بقه عليك بكلمه هتلاقي جمهور الاهلي سند في اي وقت معاك. فمعلم حل مشاكلك، عشان احنا داخلين على موسم طويل. احنا لازم في استقرار الفترة اللي جاية، فمش هيبقى انت برضو ايه عفريت العلبة اللي عمال يتنطط في كل وقت. خلاص نركز في الكورة وبس. هتاخد ب 25 مليون، هتاخد 40 مليون، هتاخد 100 مليون، خد اللي تاخده ربنا يبارك لك فيه. بس نركز في الملعب. انت دي شغلتك، انت لعيب كورة، واحنا مش عايزين منك اي حاجة تانية غير ان انت تبقى راجل في الملعب، خايف على التيشيرت وعلى اللوجو اللي انت بتمثله. غير كده يا عم امام مش هتلاقي مننا دعم برضو، مش هتلاقي مننا اي حاجة تانية. فنكبر بقى كده يا معلم ونركز في الملعب، ما نركزش في اي حاجة تانية. اللي انت عوزته معرفش حصل ما حصلش ايا كان، المهم ان انت مددت بشروط النادي الاهلي. طيب رسالة شكر وجبة لإدارة النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان لابس لك وش مش هتشوفه غير في الأهلي، كابتن وائل جمعة، والدكتور عصام سراج. ده اهم صفقة للاهلي في الموسم ده. بجد الراجل بيشتغل شغل من نار بدون كلام. مطلعش يتكلم، مطلعش نهري، منطلعش نزيط، وعارف هو بيعمل ايه ازاي وامتى. فبجد شابوه للناس دي كلها. عزيزي الاهلاوي، لو وصلت معايا لحد هنا تأكد ان انت على راسي، وما تنساش المتابعة واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.